السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا الفيديو الجديد. حياكم الله أينما كنتم وحيثما كنتم أعزائي المشاهدين. لقد عدنا لكم من جديد بعد انقطاع عن هذه القناة، وتم حظرها من قبل شركات اليوتيوب، والآن الحمد لله تم افتتاحها بعد عقوبة دامت لمدة أسبوع أو 9 أيام متتالية. ويعني كان لدي حساب آخر أو قناة أخرى احتياطية تم حظرها أيضا، ولكن سنكتفي بهذه القناة وسوف نكون يعني اللهم صل على رسول الله، سوف أكون يعني تحت سياسات اليوتيوب، ولن أكرر يعني الأغلاط. وقبل تقريبا 4 أو إلى 5 أيام قبل أن يتوقف الحساب الاحتياطي نشرت لكم قصة الصديقات، وهذه قصة حقيقية واقعية. أنا أعرف أهلها بعد ما ذهبت إليهم وأخذت منهم الإذن والاستئذان. يعني أنا أسرد لكم هذه القصة لتكون قصة يعني للناس يعني يستوعبوا ويفهموا. أولا الثقة الكاملة والثقة العمياء في البنات. يعني من مع بنت معها صديقة، فين رايحة عن صديقتها، منين جاء عن صديقتها، يعني الثقة العمياء هذه تسمى الثقة العمياء. وعندما تذهب بنتك أو أختك إلى مكان وتأتي يعني بوقت يعني مش متأخر، يعني بس البعض يأتي في وقت متأخر، ولكن البعض عندما تذهب من الصباح يعني تجلس إلى ظهر عن صديقتها، يعني أخذ وعطاء بين الصديقات. وهذا شيء يريد إلى تركيز وإلى وعي من أولياء الأمور طبعا. يعني عندي 3 دقائق تقريبا في هذا في الفيديو حقي الخاص، 3 دقائق، ولكن سأرد لكم القصة 3 دقائق في 3 دقائق في 3 دقائق. وأتمنى الاستماع إلى هذه القصة من البداية للنهاية. قصة مؤلمة، قصة محزنة جدا جدا، وخصوصا أن هذه القصة كمان تدخل في مجال القضاة، حيث يعني القضاة أو في المحكمة. يعني عندنا باليمن بشكل عام القضية يعني تهمل، القضية يعني ماشي فيها يعني متابعة من الحاكم أو القاضي. طبعا إذا عندك قضية أو عندك شيء، يعني تتأخر حتى تمل. يعني مثل ما أحد أخذ أرضك، شارعت ما طلع لك لا حق ولا باطل، يعني هناك تضطر إنك ترتكب شيء آخر، وهذا بذمة من؟ بذمة هذا القاضي الذي يماطل في القضاء.